ايه هو التسويق؟ التسويق هو حاجة بنمارسها كل يوم من غير ما نحس، ولما تتعمق فيه شوية هتكتشف انك محتاج التسويق كل يوم في حياتك. دي مهارة بنستخدمها عشان نسوق لنفسنا. لما بتيجي تتعامل مع الناس بتقسمهم لأصحاب وأهل وزمايل، وكل واحد بتعامله بطريقة معينة. مثلا بتظهر رياضي قدام صحابك في النادي، اجتماعي قدام زمايلك، وهكذا. وكمان لازم تعرف انك لما بتتعلم التسويق بتتعلم معاه مهارات النجاح، التخطيط والتواصل وغيرها. للعلم التسويق ده عملي وعمره ما كان نظري. التسويق مش عبارة عن منتج بتنزله على الفيسبوك وخلاص كده، ده عملية اكبر من كده بكتير. طيب هو التسويق ده علم ولا فن؟ بمعنى اصح، هل في إنسان مولود بيعرف يمارس التسويق لمنتجاته وخدماته ببراعة؟ الإنسان بيتعلم أصول التسويق عشان يعرف يسوق. التسويق مش علم، عبارة عن فن. بس خلي بالك، الفن بدون علم الدنيا تبوظ خالص. لازم علم عشان تنظم الفن ده. في فرق بين التسويق وبعض المصطلحات التانية. مثلا في فرق بين التسويق والبيع. تعالى بس أقول لك حاجة. لما تقول لحد إنك تشتغل في التسويق بيجي في دماغه واحد راكب الأتوبيس ومتبهدل وشايل بضاعة ونازل يلف على البيوت والشوارع. تعالى بقى أوضح لك الفرق. لو حاولت أقدم لك قلم بسعر معين ده بيع، لكن لو قدمت لك قلم وسألتك عن رأيك فيه وتحبه يكون لونه ايه وشكله ايه والإضافات اللي بتحبها عشان القلم يبقى أفضل، تاخد مني المعلومات دي كلها، طور القلم وعملت تسعير يناسبك ووزعت القلم وعملت دعاية، ده كده اسمه تسويق. طبعا ده ما يقللش من قيمة البيع، ولكن للتوضيح فقط، توضيح أبسط: تسويق المخ والبيع العضلات.